ولذلك لما سألت عن الصيام قالوا ان الصيام هناك، قلت وما هناك؟ قالوا اذهب اليه في كلية الطب. ذهبت الى الصيام في كلية الطب وسألت عنه اين هو وما هي المادة التي يقوم بتدريسها؟ قالوا اذهب اليه في قسم الطب الوقائي. وذهبت الى الصيام في قسم الطب الوقائي والقيت عليه السلام وقلت له من اي الامراض انت وقاية؟ فقال الصيام انا وقاية من امراض البول السكري، فمن صام لا يصاب بالبول السكري او السكر البولي. ثم ماذا؟ قال انا وقاية من امراض ضعف القلب المصحوبة بالتورم. ثم ماذا؟ قال انا وقاية من التهابات الكلى الحادة المصحوبة بارتشاح. ثم ماذا؟ قال انا وقاية من التهابات المفاصل المزمنة التي تصاب بها السيدات بعد سن 40. وقاية من السكر، من ضعف القلب، من التهابات الكلى، من التهابات المفاصل المزمنة. أتدرون لماذا كان الصيام وقاية؟ لأنه يعمل على تصفية الجسم من السمنة، والسمنة أول الأسباب لمرض السكر وضعف القلب والتهابات الكلى والتهابات المفاصل، لأن السمنة عبارة عن عبء ثقيل على قلب لا يقوى على تحمل هذا العبء كله. وابتعت الصيام في قسم الوقاية والتقيت به في قسم العلاج. علاج مما تعالجنا يا صيام؟ قال اعالجكم اولا من اضطرابات الامعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد السلالية والنشوية. ثم مما تعالجنا يا صيام؟ من زيادة السمنة الناشئة عن الطرف وعدم الحركة. ثم مما تعالجنا يا صيام؟ من زيادة ضغط الدم الذاتي الناشئ عن الطرف والانفعالات. علاج من اضطراب الامعاء، علاج من زيادة السمنة، علاج من امراض ضغط الدم، علاج ووقاية للعادة السرية. اسمع يا شباب، فاذا ما حافظتم على الصيام فحافظوا قبل ذلك وبعده على اداء الصلوات في اوقاتها. لماذا؟ لان الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خصوصا صلاة الفجر. حافظوا على صلاة الفجر يا شباب، فإن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها.